بطاطس فطار بكرة، لازم تجربوا الوصفة دي، سهلة وسريعة ومش محتاجة غير شوية بطاطس بس. هنجيب شوية بطاطس عندنا صغيرة او كبيرة وممكن نقسمها نصين. هنغسلها كويس قوي وبعدين هنسلقها بالظبط لغاية ما ندخل فيها السكينة ونطلعها تطلع بسهولة. والوصفة دي ايوه البطاطس بقشرها، ما احنا كده كده هنغسلها كويس. هنجيب صينية معانا ونرش فيها رشة زيت زيتون او زيت عادي، وبظهر كوباية هنبدأ نضغط على البطاطس لغاية ما تتفتح معايا وتتفقش كده. شوية زعتر فريش او ممكن مجفف او ممكن روزماري كمان، شوية ملح وبابريكا ورشة من الفلفل الاسود. بعد ما بهرناها كويس هندخلها الفرن وممكن تتاكل على كده. بس طبعا لو عايزين ندلعها شوية وبتوع الدايت يركنوا على جنب معلش في الخطوة دي. هنحضر شوية زبدة مع شوية توم مفرومين وشوية زعتر من الفريش بتوعنا، وأول ما البطاطس تطلع وهي سخنة لسه هناخد من الزبدة والتوم والزعتر المنكهين دول وننزل بيهم على البطاطس بتاعتنا وندخلها تحت الشواية يا دوب بس الزبدة والتوم ريحته تطلع ونطلعها وبالهنا والشفا. عايزة أقول لكم هتدوقوا أحلى وأسرع بطاطس مقرمشة وطرية من جوه، بجد لازم تجربوها. متنسوش تعملوا شير للفيديو، جربوها وابعتولي. باي.